مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. الهجوم الثاني في أقل من شهر. مزاعم جديدة بشأن رؤية أسد الأطلس المبحوث عنه واستنفار أمني كبير. وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. يعيد إلى الواجهة مزاعم فتاة صرحت بأنها رأت الحيوان التاريخي وتعرضت للعض من قبله بعد نفي روايتها من قبل الجماعة الترابية سبت نيترحو. فريق البرنامج الوثائقي أمد المنكب على البحث عن الأسد كشف عن إبلاغه بمطاردة الأسد لقطيع من الغنم من قبل 4 محليين قدموا مواصفات دقيقة، وهو ما أعقبه استنفار أمني وحملة تمشيطية واسعة النطاق بتنسيق بين السلطات والوقاية المدنية وعناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات. مصادر هيسبريس أكدت أنه لم يتم العثور على أدلة ملموسة حول وجود الأسد بهذا المكان رغم كثافة وتواصل الجهود الهادفة إلى تعقبه، فيما يدقق فريق أمد آثارا سجلها تزامنا مع الشهادات المحصل عليها من عين المكان.